الجامعة بالنسبة لي أسوأ فترة بحياتي على عكس 99% من الناس، وراح تعرف السبب. بهذا الفيديو راح يكون الفيديو الأفضل بالقناة من كل النواحي. راح أسولف عن قصتي الغريبة بالجامعة، وهدف من هذا الفيديو أنه تستمتع طبعا، بس الأهم أنه تستفاد سواء أنت بعدك بالمدرسة أو حاليا بالجامعة أو متخرج من الجامعة، وللجنسين سواء بنات أو ولد، لذلك حتى تاخذ 100% من المتعة والفائدة. أتمنى منك أنه ترجع تشوف الفيديوهين اللي حكيت بهن عن رحلتي بالسادس إعدادي اللي استمرت 3 سنوات في حال بعدك ما شايفهن. وهسه خلينا نبدي. حاليا احنا بالمرحلة الأولى سنة 2021، وأول تروحة والرجعة، بحيث بالمرحلة الأولى كانت أيام كورونا، فكنا نداوم بس يومين بالأسبوع بالكورس الأول و3 أيام بالأسبوع بالكورس الثاني. فبوقتها بالكورس الأول قصدي كنت أروح وارجع تاكسي، بحيث شهريا أصرف 80,000 فمو مشكلة. بس لاحقا بالكورس الثاني اجانا الدكتور ووضح لنا الخطة، قال احنا كل كورس راح نزود يوم على الدوام. يعني بالمرحلة الأولى الكورس الأول نداوم يومين بالأسبوع، وبالكورس الثاني 3 أيام بالأسبوع، وبالمرحلة الثانية الكورس الأول 4 أيام بالأسبوع، وبالمرحلة الثانية الكورس الثاني 5 أيام بالأسبوع، لحد ما نوصل للمرحلة الرابعة ونظل نداوم 8 أيام بالأسبوع. بالروام كامل ما راح أقدر أكمل على نفس نظامي مال أروح وارجع بتاكسي واصرف 10,000 باليوم، خصوصا بحكم عمري يعني. فمن خلال أحد أصدقائي هو شجعني وعلمني شلون أركب مواصلات عامة، وفعلا صار هذا الشيء. والطريق الكلية هو بحد ذاته قصة بوحده، ياما صارت به مواقف حلوة ومو حلوة وعادية وغريبة، وتعرفت على ناس ما كنت أدري بيهم موجود نفسهم بالحياة بهالزمن أصلا. بس طريق الرجعة كان شيء ثاني، هو طريق صعب وحلو بنفس الوقت. يعني الصعب اللي بيه إنه الواحد استوى طالع من دوام صار له 6 ساعات بيه إذا مو أكثر، بس الحلو إنه من بعد هذا التعب راح يروح للبيت ياكل وينام ويرتاح. ومن الأمور السلبية التكاليف المادية مقارنة وفترة الإعدادية، لأن الطالب يظل يصرف على الملابس والعطور والإكسسوارات مثل الساعات النظارات وغيرها، والصرفيات اللي داخل الكلية عموما سواء ملازم أو عزومات أو غيرها. بس أنا ما كان عنده مشكلة من هالناحية نهائيا، بس غيره كان عنده مشكلة. يعني حرفيا شوف الطلاب من أقسام ثانية وهو ولد مو بنية، ومو عبالك جاي أقول لك ولد بس هي بالحقيقة بنية حتى أضيع السالفة. المهم هذا الولد بقى يلبس نفس اللبس بدون مبالغة لمدة 4 مراحل، لدرجة يوم من الأيام هذا الطالب كان عندنا سفرة فإجا لابس ملابس مختلفة، فسلم علي، فأنا ما رديت السلام لأن ما عرفت عبالي واحد ثاني، لأن كان عبالي إنه هاي الملابس إجت وياه أول ما انولد. بس بعدين أصدقائي قالوا لي لا، هاي الملابس مو من الولادة، بس هو معتز بيهن وما يبدلهن حتى من اسم. وهو بصراحة حقه من يعتز بيهن، هن هم من بينات غاليات مشتريهن كلهن ب3000 من ماركة مشهورة تفتح بس يوم الجمعة. ومن الأشياء اللي شفتها بالمرحلة الأولى واللي فرحتنا كلش هي تنوع الأديان والمذاهب بالكلية، بحيث قسمنا مثلا على مستوى الدكاترة كان عندنا دكاترة مسيحيين، بس على مستوى الطلاب واللي كانوا 40 طالب ما بيهم ولا واحد مسيحي، وإنما بس مسلمين شيعة وسنة وملحدين. والملحدين ذول خطية، تخرجنا ومو الكل عرفوا بيهم ملحدين. واحد منهم قال لي اكو سر بس ما اقدر اقول لك عليه. فانا عندي تكتيك نفسي، اذا اريد اخلي واحد يحكي لي سر ابين له انه انا ما مهتم، وهاي يعني احد الحيل اللي استخدمها، بس ما اقول واحد عليها، بس راح اقول لكم كل الحيل بمرور الفيديوهات. فقال لي لا خل اقول لك. قلت له لا تقول لي والله ما مهتم. قال لي ترى انا ملحد. قلت له صدق؟ قال والله. قلت له زين صار لك شقد ملحد؟ قال الله لا تكذبني، فد 2 3. قلت له بعد حريتك هاي، وانا اليوم راح امشي صلاة الجمعة ما دام باكر خميس تجي وياي. قال لي ذكرتني هالايام مقصر ويا الصلاة والله. المهم ومن الاشياء الجديدة اللي لاحظتها بالجامعة هي البازارات او المعارض يعني، وهي عبارة عن يجون طلاب يسوون أعمال يدوية مثلا لوحات أو نقوشات أو غير أشياء ويبيعوها. ومرات يجي وياهم واحد يبيع أكلات أو لفات. واحد منهم كليت منه القامات، كانت أطيب القامات كليتها بحياتي. فأول ما أجيت قلت له السلام عليكم أريد القامات ب1000. فهو قال لي تدلل، وصدق سوى القامات. بس شنو النظافة فول. أول شيء ما كان لابس جفوف، النوب عطس عليهن. فقلت له بس كون الشيرة زينة. قال لي شلون مو زينة؟ قبل شوية لحستهن كلهن ومتأكد من الشيرة مضبوطة. قلت له عاشت إيدك، ما أدري عاش لسانك والله ما أدري. المهم وبالطريق كليت وحدة منهن والباقي انطيته صديقاتي، لقيتن قاعدات كلش حبنا بوقتها زين. وهسه احنا بالمرحلة الثانية سنة 2022، وهنا لاحظت شيء جديد وهو العنصرية بين الأقسام والشعب. وكذلك من الأمور اللي أريد أتطرق لها هو موضوع الصداقة بالكلية.
الكلية برأيي هي أصعب مكان تكون به صداقات. أصلا بصراحة ما أشوف أكو صداقات بالكلية، وإنما كل مجموعة من الطلاب اللي يشتركون بعدد من الصفات هم من بحثهم راح يتجمعون على بعض بمرور الأيام بالصدفة ويكونون صداقة. وهاي بالنسبة للصداقة بين نفس الجنس. أما الصداقة ويا الجنس الآخر فأكو ناس يقولون يعني رأيهم أنه ماكو صداقة ويا الجنس الآخر، وأكو يقولون لا عادي أكو. وأنا بصراحة ما عندي رأي بهذا الموضوع، لأن بالنسبة لتجربتي لأن كنت مرتبط خلال أول مرحلتين من الكلية، ففعلا كنت أشوف صديقاتي مجرد صديقات لا أكثر. وحتى من بعد ما انفصلت، وهاي القصة هم راح أحكي عنها وأدري أكثر موضوع يهمكم هو الحب بالجامعة، بالصبر علي وخلونا نطبخ الأكل على نار هادية حتى تصير أطيب. بس عموما أنا أشوف صداقات الجامعة أقوى أنواع الصداقات، لأن الإنسان يكون واعي أكثر من المراحل السابقة فترة المدرسة، فيكون مركز أكثر. وهم فترة الجامعة فترة طويلة 4 سنوات إذا مو أكثر، فطبيعي تكون الصداقات خلالها قوية. وبالمرحلة الثانية نهاية الكورس الأول كانت أكو شلة دعوني أنه أكون وياهم، وهنا صار أكو تحول كبير بشخصيتي. وهسه أشرح لكم الموضوع. أنا من أيام 2014 الشهر السادس بطلت أطلع من البيت، وقمت أقضي وقتي أطور من عقلي وعن عمد، لأن ردت أزود عقلي بأكبر كمية ممكنة من المعرفة. فاللي صار ما أعرف تقدر تسميها أوفر دوس أو لأن تخيلوا إذا واحد من 2014 إلى نهاية 2021 بس يقرأ كتب وملخصات كتب ومقالات علمية ويحكي ويا ناس أكبر منه حتى يستفاد من خبرتهم بالحياة وعلومهم، وحرفيا بوقتها حكيت ويا ناس من دول ومن أديان أنا متأكد 90% أكو بيهن أنت ما سامع بيهن أصلا. فتعرفت على معارف مع أنه هي سليمة علميا، بس أول ما تعرفت عليها كانت أقرب ما تكون للسحر. وخلال هاي 7 سنوات ونص تعمقت كلش بعلم النفس والهرمونات، ولحد الآن غالبا سبب تفوقي على أي شخص أقابله هو هذا، أنه أنا فاهم بما يكفي عن موضوع الهرمونات بالذات وشلون يأثر على المقابل. بس هذا الموضوع نخليه للمستقبل، ولو شوي راح يفهمه غلط لو يستخدمه غلط. عموما نرجع للشلة. هاي الشلة بصراحة كلهم أصحاب فضل عليه. هم بالبداية 4 ولد، أنا من ضمنهم، و4 بنات. وأقول صاحبين فضل لأن أنا قبلهم كانت معرفتي نظرية، بس من قمت أقعد وياهم تعلمت أنه المعرفة النظرية مالتي خلتني مجرد شخص منفوخ. يعني بمرور الوقت قمت أشوف نفسي على قدر ما أنا متفوق عقليا وعلميا، بحكم أنا إنسان علمي ومنطق بنسبة 100%، وما عندي أي تقبل للأمور الماورائية بصراحة يعني. إلا أنه بنفس الوقت اكتشفت نفسي أنه أنا إنسان متخلف اجتماعيا. تدرون بوقتها يعني اكتشفت نفسي أنه أنا ما أعرف أسلم بالشكل ولا أعرف أحكي. مع العلم أنا من بداية 2020 بديت أبني عالم روايتي اللي لحد الآن جاي أبني بيها، لأن هي رواية أضخم مما تتوقع بهواي كلش. واللي يكتب رواية المفروض يكون ماستر بالكلام ويا الناس،